هذه إذاعة إرنا. نحييكم سيداتي سادتي ونرحب بكم في برامج هذا اليوم الأربعاء 14 من أغسطس الجاري. في مستهل برامج هذه الفترة إلى حضراتكم نشرة الأخبار. هذه مقدمتها: البلاد تحتفل بعيد الأضحى المبارك في ظل استمرار نظام أسمرة على كبت الحريات والتضييق على ممارسة العبادة وحق الاعتقاد. الإريتريون المقيمون في ميلبورن يقدمون مساعدات مادية لأسرة إريترية مقيمة بمعسكر السعيتة للاجئين الإريتريين في إثيوبيا. ومنسق عمليات البحث والإغاثة يؤكد تزايد تعداد المهاجرين قبالة الشواطئ الليبية. كانت تلكم سادتي مقدمة النشرة، وإليكموها بالتفصيل مع أحمد شريف. هذه إذاعة إرنا. احتفلت البلاد يوم الأحد الماضي 11 من أغسطس الجاري بأول أيام عيد الأضحى المبارك وسط غياب تام لحرية الاعتقاد واحترام حرمة الأديان في إريتريا. وقد تقاطرت جموع المصلين في عموم البلاد إلى ساحة المصلى وهم يهللون ويكبرون معربين عن فرحتهم بحلول العيد في ظل غياب أعداد هائلة من ذويهم في سجون نظام أسمر الدكتاتوري واستشهاد أعداد مماثلة من رجال الدين، سيما الذين قام النظام باعتقالهم عشية فجر التحرير من الهيمنة الاستعمارية. وتؤكد مصادر مطلعة وجهات دولية وإقليمية متابعة لأوضاع حرية المعتقد في إريتريا أن النظام أسمر القمعي يمثل نموذجا فريدا في العالم في ازدراء الأديان ورجال الدين من الطائفتين المسلمين والمسيحيين، حيث يظهر نظام هكدف القمعي كل يوم عداءه السافر لكل ما له علاقة بالدين والمعتقد، علما أن المجتمع الإريتري هو مجتمع يحتل فيه الدين مكانة مقدسة. ونتاجا لتلك السياسات الممنهجة من قبل نظام أسمر العدواني، هاجرت أعداد هائلة من رجال الدين من الطائفتين الإسلامية والمسيحية، حيث يقيم أولئك الذين فروا بعقيدتهم من جبروت وبطش نظام أسمر في أوضاع غير مؤاتية في بلاد الغربة، ما حدا بأعداد هائلة منهم إلى تنظيم تظاهرات منددة بسياسة النظام الدكتاتوري بشأن الاعتقاد ورجال الدين. وعلى الرغم من محاولة النظام الجائرة السنوية في إقامة احتفالات باسم الأعياد الدينية والتي لا تتجاوز إقامة حفلات الرقص والملاهي، فإن سياسة النظام ضد كل ما هو معتقد أصبحت مكشوفة، بل أصبحت حديث الناس الذين يدعون على النظام ويرجون المولى لتخليصهم من هيمنة وعربدة نظام أسمر الحالي الذي يستهزئ برجل الدين وفي ذات الوقت يتاجر باسم الدين ومعتقديه. هذه أنباء سادتي تأتيكم من البرنامج العربي لإذاعة إرنا الدولية من باريس، تلبية للحملة الإعلامية التي نظمها موقع عونا الإلكتروني قبل أيام لمساعدة الأسر المنكوبة جراء الأوضاع المناخية التي شهدتها بعض المناطق المعسكرات اللاجئين الإريتريين في إثيوبيا مؤخرا. سابق الإريتريون المقيمون بمدينة ميلبورن لتقديم واجب المساعدة مادية كانت أو معنوية. وخلال الحملة الإعلامية الخيرية الإنسانية التي لم تستمر إلا أيام، وصلت جملة المبالغ التي قدمت لأم أرملة تعيل 4 من الأبناء، بلغت المبالغ أكثر من 40,000 بر إثيوبي تسلمته الأسرة، وقد شرعت في بناء مأوى لها إثر العاصفة الهوجاء المصحوبة بالأمطار التي ضربت المعسكر وسوت مئات المنازل بالأرض. وقد عبرت الأم من جانبها عن شكرها وتقديرها للمواطنين الذين هبوا لإنقاذها وأسرتها التي تعاني ظروفا قاهرة. من جانبها سادتي تهيب إذاعة إرنا الدولية بأهمية مثل هذا التنادي الوطني، وتقدم ما يمكن تقديمه للاجئين الذين يقيمون بمعسكرات الشتات سواء في السودان أو إثيوبيا أو اليمن، كما تتقدم بالشكر والتقدير لموقع عون الذي أشرف على الحملة، وأيضا الإريتريين الذين تبرعوا بما يستطيعون.
المزيد حول هذا العمل الإنساني النبيل، إذاعة إرنا التقت بالأستاذ الصحفي عبد الوهاب أبو وليد رئيس حملة المساعدات الإنسانية الآنفة الذكر. تابعوا المقابلة عقب هذه النشرة ضمن برنامج متابعات. النبأ الأخير في هذه النشرة: تجاوز عدد المهاجرين الذين نقلوا إلى متن سفينتي الإنقاذ 400 مهاجر بعد أن قامت السفينة الثانية بعملية إنقاذ ثالثة قبالة الشواطئ الليبية من دون أن يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق حول البلد الذي سيستقبلهم. ومع أنه قد تم تجاوز قدرة الاستيعاب لدى السفينتين، فإن منسق عمليات البحث والإغاثة قرر مواصلة الإبحار في منطقة تقع على بعد نحو 60 ميلا بحرا من ليبيا لتقديم المساعدة لزوارق إضافية قد تصل وهي تقل مزيدا من المهاجرين. وقال في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية: نحن الوحيدون في المنطقة وخفر السواحل الليبيون لا يجيبون، مشيرا إلى أن الظروف المناخية الجيدة قد تشجع المهاجرين على الإبحار، وقد يكون الحضور الخجول للسلطات على السواحل الليبية عائدا إلى عطلة عيد الأضحى الذي بدأت يوم الأحد الفائت على حد قول المسؤول. قبل اختتام هذه النشرة سادتي إليكم عناوينها مرة أخرى. البلاد تحتفل بعيد الأضحى المبارك في ظل استمرار نظام أسمرة على سياسة كبت الحريات والتضييق على ممارسة العبادة وحق الاعتقاد. الإريتريون المقيمون في ميلبورن يقدمون مساعدات مادية لأسرة إريترية مقيمة بمعسكر السعيتة للاجئين الإريتريين في إثيوبيا. ومنسق عمليات البحث والإغاثة يؤكد تزايد تعداد المهاجرين قبالة الشواطئ الليبية. وقتا طيبا مع فقرات برامج هذه الفترة. انتهت بذلكم نشرة الأخبار. هذه إذاعة إرنا. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة إرنا الدولية في باريس نلتقيكم سادتي في حلقة من برنامج متابعات. هذه المرة سادتي يسرنا أن نتابع عمل إنساني وعمل خيري كبير قام به الزملاء في موقع عونة الإلكتروني، وكان المشرف على هذا العمل مع زملائه طبعا الزميل الأستاذ عبد الوهاب عونة أبو وليد، أحد المشرفين والعاملين في موقع عونة الإلكتروني. الزميل عبد الوهاب، مرحب بك في إذاعة إرنا من باريس. أهلا أستاذ أحمد شريف، ومرحب بكل مستمعين إذاعة إرنا الدولية، وتحية لكل قرائها ومتابعينها. طيب أبو وليد، طبعا لما نقول موقع عونة دائما يعني يتبادر إلى ونحن كإعلاميين يعني عونة بينشط في مجالين: المجال الإعلامي في تعرية النظام وفضح جرائمه، وموقع عونة من المواقع الرائدة جدا جدا، يعني من المواقع اللي ومع غيرها من المواقع اللي صدت لنظام الهجدف وأعوانه، ومنذ سنوات لا يزال موقع عونة في ذات الدفاعات والحصون ومتابعة كل ما يجري في البلد. الجانب الآخر لموقع عونة ما يميزه عن المواقع الأخرى أنه ينشط في عمل إنساني بحت، سواء كان مع الطلاب، مع المعلمين، وأخيرا الجوانب الإنسانية مع الأسر والأرامل. عبد الوهاب زميلنا العزيز، يا ريت لو تخط المستمع حول بإيجاز عن أنشطة عونة الإنسانية بالإضافة إلى العمل الإعلامي. أولا شكرا جزيلا. والله نحن بدأنا في العمل السياسي، هو أساسا عمل إعلامي، هو كان موجه ضد نظام الجبهة الشعبية أو نظام الهجدف. وبدينا في أول معركة بتاعتنا مع هذا النظام، بدينا في تعريض مهرجان التسول، وبدأ هذا الموقع بعمل نشاط لمحاربة وتعريض هذا النظام وكوادره وأتباعه. ومن ذاك انطلقنا أيضا، يعني دي مميزات الموقع، كان دائما بيكشف ويعري هذا النظام الدكتاتوري. وأيضا في الجانب الإنساني بدأنا في عديد من المشاريع الخيرية، وهي أول مشاريع بدينا بها هي مشروع المليون كراس ومليون قلم، مع تنسيق مع اتحاد الطلاب الإريتريين في السودان. وأيضا شاركوا في هذا المشروع كمان أخواننا في طلبة في الهند،
ساهموا في هذا المشروع، وكان مشروع قيم جدا، وقدرنا ندعم المعسكرات الموجودة في السودان في مجال التعليم. وكان هذا المشروع له صدى كبير في أوساط المجتمع الإريتري، وخاصة في مدينة ملبورن، يعني لعبت دور كبير جدا في عملية دعم هذا المشروع. ومن هنا انطلقنا أيضا في مشروعنا الثاني، أيضا في مشروع المليون كراسة ومليون قلم، كان في إثيوبيا. ده بدينا به برضو في دعم المعسكرات في إثيوبيا. وأيضا أجرينا عمليات جراحية على مستوى لفترة طويلة لعدد كبير من الإريتريين من معسكرات اللجوء في مستشفيات كبيرة، خاصة في الخرطوم كانت في مستشفى الفضيل والمستشفى الصيني. فأجرينا عديد من العمليات الجراحية كبيرة كانت، وكان موقعنا هو اللي كان يتبنى هذا المشروع. ومن ضمن أيضا كزميلنا موجود وأخ فاضل أحمد ناخودة في إثيوبيا، فكان طرح لنا إنه في أسرة تسكن في معسكر اسمه معسكر سعيدة، ونحن نعلم بهذا المعسكر، ولكن اكتشفنا إن هذا المعسكر كان معسكر مهجورا، ما في منظمات تذكره المنظمات الإريترية أو غير المنظمات الإريترية. فاتفوجئنا بهذا المعسكر، فالأخ مندوبنا ناخودة ذهبوا وشافوا الأسرة، إن هذه الأسرة بتسكن في كوخ، يعني شيء يعني يؤلم. فلما شافه يعني خالد اتصل وقال لي عبد الوهاب يا أخي خلينا نبدأ بهذه الأسرة، ويمكن تكون فاتحة خير للأسر الموجودة الباقي اللي قاعد تعاني في هذا المعسكر. فبدأنا المشروع. على الشيء اللي خلانا نبدأ ونعمل الإعلان من هنا في أستراليا، تفاجأنا بأسر ساهمت في هذا المشروع. يعني ناس لما شافوا الصور بتاعت هذه المرأة لديها 3 أولاد يتامى، وهي تسكن في كوخ، ومنطقة درجة حرارة تتجاوز 45 إلى 50 درجة. يعني أطفال، لما شفنا نحن ذاتنا الموجودين في عونة، حتى مندوبنا ذاته في إثيوبيا ناخودة يعني تألم وتأثر. فنحن عملنا الحملة، وقلنا ربما تكون هذه الحملة فاتحة خير لأخواننا في معسكر سعيد. طيب المعسكر ده في إثيوبيا مش كده أبو وليد؟ المعسكر ده في إثيوبيا؟ أيوة، المعسكر ده اسمه معسكر سعيد، يقع في إقليم في إثيوبيا اسمه إقليم العفر، عفر إثيوبيا. والمعسكر ده فيه كلهم إريتريين؟ كلهم إريتريين، مجموعة كلهم، خاصة أخواننا الإريتريين هم من أبناء دنكالي عامة يعني. طيب أبو وليد، أنتوا أوكي بديتوا الحملة، ومع بداية الحملة جات عواصف ورياح وأمطار، ثم صعبت الأمر. طيب أيوة. واصل بعد ذلك، وطبعا أبو وليد أنت طلعت على الهواء مباشرة عبر صفحة موقع عونة وصفحتك وروجت لهذا البرنامج. طيب تفاعل الناس كان كيف؟ وبعدين إيش الحاجات اللي ساعدت في إنجاح هذا المشروع؟ والله نحن لما عملنا هذا، مندوبنا خاصة هو دعمنا بالسوق، لأنه هو كان موجود في داخل المعسكر، وتم فوريا، هو صور كله وشاف الحالات كلها، وصور كمية كبيرة من الصور من المآسي القاعدة. تقريبا العاصفة الجاد دي شالت حوالي 200 بيت، يعني 200 أسرة على العراء خالص، يعني فيها تقريبا ماتوا فيها 3 أنفار، وفيها حوالي 12 جريح، وفي امرأة حامل كان وقع فيها البيت. البيوت طبعا البيوت ما بيت طوب ولا حجار، يعني بيوت كلها بتعتمد على الخشب والقش. نعم. فنحن لما عملنا الإعلان اتفاجأنا، الشيء اللي خلانا نحن نتأثر ونتألم شنو هو؟ اتفاجأنا إنه هنالك عدد كبير جدا من إريتريين موجودين في أوروبا ما يعرفوا معسكر سعيد. ومن هذه الحملة اللي قامت بها الشباب في أوروبا، في السويد، في هولندا، في ألمانيا تفاعلوا مع المشروع هذا، وبدأوا يجمعوا تبرعات وأشياء زي دي. ولكن نحن كنا في ملبورن، خاصة الأموال اللي كانت طلعت كلها كانت طلعت بنية لهذه الأسرة. نعم. نحن كلفنا مندوبنا بأنه يبدأ في مشروع بناء هذا البيت لهذه الأسرة. طيب أبو وليد، أنتوا لما بديتوا جمع التبرعات، هل كل التبرعات اللي جمعت كانت من ملبورن؟ هذه الحرمة كانت من مدينة ملبورن، وفي ناس كتار جدا اتصلوا بينا من لندن خاصة، وطلبوا مننا يعني كيف نحن نرسل هذه الأموال.
ففي نصهم كان بيطلب عشان يرسلوا الاموال من مثلا في لندن كان بيقول لنا يا اخي احنا رسلوا لنا رقم الحساب او نحن هنرسل لكم عن طريق ويست يونيون، عن طريق الحوالات يعني. نعم. فنحن كنا بنرفض هذه العمليه لانه نحن عانينا من عمليه الحوالات دي يعني. فاكتشفنا انه واحد من امريكا ومن لندن كان يرسل لي عونه هنا في استراليا، ومن استراليا نقوم نرسلها نحن في السودان او في اثيوبيا، كل الاموال تروح بين الحوالات. صح. فكنا نحن بنطالب من الناس يا جماعه اللي اراد ان يرسل مباشره لمندوبنا ويبلغ انه المبلغ اللي ارسله ويرسل لنا الرصيد عشان نحن نحطه. كنا عندنا قائمه اسمها قائمه الشرفاء. نعم نعم. فهذه القائمه كنا بنضع فيها عشان شنو الواحد يبرئ ذمته. وفي ناس كتار يرفضوا كانوا عشان المشكله اللي كنا برضه نواجهها، كان ناس بيرفضوا يقولوا يا اخي احنا ما دارين نذكر اسمائنا جدا. نحن نقول لهم يا جماعه ما تذكروا اسماءكم، لكن ادونا اي اسم مستعار فاعل خير غم كده، حدد اي شيء نحن عشان نحط بس عشان اي انسان يعرف انه امواله قاعد محطوطه في القائمه. طيب ابو وليد، الحمله استمرت كم يوم؟ والله خاصه الحمله استمرت تقريبا 5 ايام بالضبط. جميل. طيب المبلغ الذي تم جمعه وصل كم؟ نحن المبلغ جمعناه على دفعتين. الدفعه الاولى تقريبا نحن جمعنا حوالي 1200. جميل. ال 1200 ده نحن حولناه الى اثيوبيا، طلعت عن طريق الحواله الصوماليه ذهب شيل، اسمه ذهب شيل الحواله، والموجود خاصه انه يوصل لحد هذا الاقليم. وصلت حوالي 20,800 بر. طيب والدفعه الثانيه؟ الدفعه الثانيه برضه تحصلنا حوالي، جمعنا حوالي 1560 دولار استرالي. كل المبلغ جمله ما تم جمعه كم؟ كل ما تم جمع تقريبا حوالي قريب ل 3000، يعني 2800 ده جمعناه ونحن في ملبورن. بالبر الاثيوبي يعادل كم؟ بالبر الاثيوبي يعادل حوالي 40,000. طيب 40,000 معناها، ونحن اطلعنا طبعا عزيزي المستمع، لا زلتم مع إذاعة إرنا الدولية من باريس، وهذه المرة طبعا نستضيف أخونا وزميلنا الأستاذ عبد الوهاب عونة أبو وليد ليحدثنا عن المساعدات اللي قدمت عبر حملة عونة لأرملة بتعيل 4 من الأطفال والشباب، وهي امرأة إريترية تعيش في معسكر عسعيتة بإثيوبيا، تعرضت إلى يعني عواصف وتهدم البيت وبقت في ظروف قاسية، وحملة عونة قامت ورسلت لها تقريبا زي ما قاعد تقول أبو وليد جمع أكثر من 40,000 بر. 40,000 بر. وشفنا طبعا أنه أنتم بديتوا، المندوب هناك بدأ في بناء البيت، والناس تقريبا شفنا صور هي وأولادها داخل بيت عادي بسيط يقيها من حر الشمس والبرد وإلى ذلك، ومعها كسوة العيد. فما هي الخطوات اللي عملتوها بعد ما تم جمع هذا المبلغ أبو وليد؟ والله نحن زي ما قلت لك نحن قدرنا، هذه القروش كلها طلعت بنية لهذه المرأة. فعشان تعرف الناس يعني نيتهم صافية ذاتها. هذه المرأة اليتيمة ذاتها يعني بعد نحن شلنا بنينا لها البيت وجهزناه بكله، لكل طفل كنا أخذنا له 5 لبسات. جميل. لمدة يعني عشان نقدر نتصرف فيها. والأخت هذه الفاضلة قالت يا كمان في أسرة جنبي هنا يتامى، هم لو ساعدتهم بملابس عيد أنا مبسوطة. فاستأذنا منها هي لأنه القروش دي طالعة لنيتها هي، وهي شرفت وإنه قالت أنا داير أساعده جارتها برضه يتامى، وبرضه كسيناها. والمرأة كمان بتعاني يعني كانت مريضة خاصة، يعني عندها مشكلة في المسالك البولية. فاضطرينا نحن انه مندوبنا ياخذها من المعسكر ذاته ويدها الدكتور في المعسكر، والدكتور في المعسكر حولها في الاقليم ذاته في مستشفى الاقليم، دكتور اخصائي يعني على نفقة التبرعات. والحمد لله انه المراه يعني حس حاليا كويسه. والهدف الرئيسي الناس كلها كانت بتضغط علينا انه ندخل المراه دي، الاسره دي في البيت باسرع قبل العيد. هذه إذاعة إرنا. أبو وليد، هذا عمل إنساني نبيل وتؤجر عليه طبعا، وهو يعني في إطار الدور الكبير للعمل الإعلامي، وكونكم تلتفتوا إلى هذه الجوانب الإنسانية هو عمل
مهم جدا. أبو وليد، طيب دي ما أول تجربة لكم في مساعدة المتأثرين، وسواء كان في المعسكرات أو غيرها. آه، ما هي الرسالة اللي تحب توجهها أبو وليد للمستمعين والناس ممكن يعملوا مبادرات مثل هذه لمساعدة آخرين يعيشون ظروف غير طبيعية يعني؟ والله زي ما قلت لك، الحملة اللي عملناها نحن في عونة وناشدنا فيها كل الإريتريين، وزي ما قلت لك احنا طلعنا لايف على الفيسبوك وناشدنا كل الناس اللي مرت بمعسكر سعيدة. واليوم مندوبنا كان يخاطبني، كان يقول لي يا أخي المشروع بالإعلان اللي عملناه في عونة والنداء اللي عملناه في عونة نجح، والناس بدأت تستجيب له، وفي ناس بيتبرعوا بينه بيتين، في ناس قاعد تبني 3 بيوت، فالمعسكر قاعد يتبني. نعم. فالمشروع يعني خاصة يعني تقريبا عدد كبير من البيوت قاعد تعاد بناء من جديد، يعني الناس قاعد تساهم. والحمد لله خطوة بتاعت هذه المرأة اليتيمة فتحت الباب لبعض الأسر الثانية يعني، ودي خطوة جميلة. وأن الإريتريين خاصة في وقت الشدة بيتماسكوا، والحمد لله الشباب كمان لعبوا دور كبير بجمع التبرعات بعدد كبير. يعني شفتها تقريبا إذا في الجروبات كانوا عاملين جروبات وبيجمعوا فيها قروش من ألمانيا، من السويد، من كده، جمعوا كمية كبيرة من القروش. ومن من إذاعتكم الفاضلة أنه الناس تعجل ببناء سريع، يعني المبالغ الموجودة يحاولوا يرسلوها هناك في ناس خيرين عشان يبنوا بسرعة الناس عشان تعيد في بيوتها، يعني نعيد البسمة في هؤلاء اللاجئين في معسكر سعيدة يعني. نعم، ما في شك. والله هذا عمل إنساني ونحن نهيب، ولذلك نحن نتابع هذا الخبر وهذا العمل الإنساني الكبير. أبو وليد، في نفس الوقت نحن دارين يعني انه يعني الاعلام اللي الموجود في الخارج وعنده مساحة لأن يلعب مثل هذا الدور، الدور الإنساني والدور الوطني في نفس الوقت. فتفتكر انه يعني ما هي شنو الشيء المفقود في الإعلام عشان ما يقوم بمثل هذه المبادرات؟ وانتم عندكم تجربة ومع تجارب تانية موجودة، فشنو الإعلام الإريتري محتاج إلى شنو يعني، بالذات الإعلام الخارجي الموجود في الخارج وكان ممكن يقوم بمبادرات زي دي؟ والله شوف المشروع، أي مشروع ينجح إذا ما شرط انه تتبناه عونه، ما شرط يتبناه. لو اهم حاجه المشروع كيف ينجح. الناس لو كل الوسائل الاعلام ركزت تركيز واحد ووجهت رسالتها باتجاه واحد معين، ها الهدف ينجح. لكن اذا بقينا مشتتين كاعلام مشتت ما نقدر ندي الرساله الكامله. فبذلك نحن نقول كل الأخوة الموجودين في التواصل الاجتماعي وفي الإعلام الموجودين لازم يكون في حملات منسقة مع بعض والناس تتكاتف. إذا أرنا قامت بهذا المشروع المفروض كل المواقع تقيف معاها وتدعم، ونوجه كل أنظارنا إلى اتجاه معين في هدف معين. فده هو الهدف الرئيسي اللي يقدر ينجح أي مشروع إغاثي للاجئين الإريتريين الموجودين في المعسكرات. نعم. وما أكثر إخواننا الموجودين في المعسكرات سواء كان في السودان أو في إثيوبيا وكذلك في اليمن. عندكم فكرة أبو وليد التوجه إلى مساعدة الأهل في اليمن؟ والله نحن بدينا قبل كده، بدينا في عام 2009 و2008 في معسكر في اسمه معسكر الخوخة في اليمن. وساهمنا في هذا المعسكر، وكثير دعمنا مدارس هناك ودعمنا أسر في علاج. حتى في أسر تقريبا تم علاجها من في داخل المعسكر ذات إلى حديدة. يعني شلناها من المعسكر وعملت شافة عملية في معسكر في الحديدة. فعملنا هناك. وكمان برضو في أخواننا في منظمة إيسار لعبوا دور كبير أيضا في هذه المعسكرات في إثيوبيا في اليمن. في اليمن، نعم. مع الشكر الجزيل أبو وليد وللإخوة في إدارة عونة وعلى كل الأعمال اللي بتقوموا بها. معروف عزيزي المستمع أنه موقع عونة دائما يعني بينقل الأحداث خاصة الموجودة في أستراليا. وأستراليا تعتبر من التجمعات الإريترية النشطة كغيرها طبعا، ولندن وفي باريس وألمانيا وغيرها وأمريكا. لكن أستراليا ربما لوجود العدد الكبير من الإريتريين بينشطوا
في مجالات أكثر، وعونا دائما في قلب الحدث. أبو وليد كده حدثنا عن الفكرة من البث المباشر والتغطية لكل حدث يعني بتشهده خاصة مدينة ميلبورن، وصدى هذه التغطية يعني كيف تقرأوه؟ والله الهدف نحن أي نشاط يحدث في ملبورن بين يعني أبسط مثل نضربه نحن في مهرجان التسول. تعتبر مدينة ملبورن من أول المدن اللي قامت مواجهة هذا المهرجان. نعم. نحن كنا ننقل هذه المظاهرات التي كانت تقف في مهرجان التسول بحيث أنه نكسر حاجز الخوف في أوساط الجاليات الأخرى في أوروبا. نعم. ووجدنا يعني بعد هذه الميزات التغطية اللي كانت تقوم بها عونة في عملية المهرجانات وتعرية المهرجانات وكشف المهرجانات عن مهرجان التسول، فوجدنا نحن ملبورن يعني بقت كل الجاليات بتعتبرها قدوة لها. فبدت في يعني نحن حسينا بنفسنا انه في نهضة قاعد تحصل في اوساط الجاليات الاريترية في المهجر، وحاجز الخوف بدأ ينكسر في بعض الجاليات الاريترية الموجودة في اوروبا. فدي هي التغطية اللي كانت المباشرة والتغطية الإعلامية بالصوت، أو كانت بالمرئية، أو كانت عن كتابة المعلقات، أو كتابة الأخبار والتقارير والصور عن المظاهرات، كانت بتشجع الجاليات الأخرى عشان تقوم. فإذا لاحظت أي واحد من ملبورن يمرق إلى أوروبا أو يمرق في آسيا أو مثلا في الدول الأفريقية بيسمع سمعة ملبورن أكبر. وده هو الدور اللي كنا نحن هدفنا، هو إنه نحن نكسر حاجز الخوف في أوساط الجاليات الإريترية في المهجر. وعن طريق هذا الإعلام اللي كان في عنا قدرنا نكسر حاجز الخوف، وقدرت بعض المواقع بدأت تظهر، وبقت الأصوات أيضا تظهر تندد ضد أي مهرجان يقوم به نظام الجبهة الشعبية. طيب، نحن مع تمنياتنا أبو وليد بالتوفيق والنجاح لموقع عونا وبقية المواقع، وإلى مزيد من العمل الخير والعمل الإنساني والعمل الوطني. ولا نملك إلا أن يعني نقدم لكم كل باقات التهاني والشكر على مثل هذا العمل الإنساني النبيل، سواء كان للأسرة الموجودة في معسكر عسعيتة أو بقية المعسكرات في السودان في اليمن. متمنين لموقع عونا دائما التقدم والازدهار، وهذا واحد من مهام الإعلام في هذه الفترة العصيبة. شكرا لك أبو وليد، أحد إداري موقع عونا الإلكتروني والمشرف على حملة جمع التبرعات للأسرة المنكوبة في ذلك المعسكر. ونهني عبرك الأسرة التي استظلت بعد أن كانت تعرضت لما تعرضت له. وفي الختام أعزائي المستمعين، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. كان معكم في إجراء هذه المقابلة محدثكم أحمد شريف، وحتى جديد الملتقى لكم منا جميعا الأستاذ فتحي عثمان وبنيام سمعون، أرق وأجمل الأمنيات، ومع تحايا زميلنا أبو وليد من موقع عونا الإلكتروني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة إرنا.